الله الرحمن الرحيم. هذا يوم سعيد جدا حيث نحتفل بهذه البطلة التي مثلت وطنها أحسن تمثيل ولقبت بهذا اللقب الذي هو ملكة الرياضيات في إفريقيا. وهذا التتويج لم يكن وليد الصدفة وإنما هو وليد جهد كبير في مسار دراسة هذه التلميذة النجيبة منذ التعليم الأولي والتعليم الابتدائي والإعدادي ثم الثانوي. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر الجزيل للسادة الأساتذة والأستاذات الذين ساهموا في تكوين هذه التلميذة حتى أضحت إن شاء الله بطلة، متمني لها كامل التوفيق. كما أنني أغتنم هذه الفرصة لأطالب الجميع بأن يوفروا لهذه التلميذة فيما تبقى من الأيام الجو المناسب والهدوء حتى تجتاز إن شاء الله امتحانات البكالوريا في بداية الشهر القادم بتفوق، متمني لها كامل التوفيق والنجاح وشكرا لكم. Hello everyone, my name is Rania Alami and I'm a student at Julian's High School. It's a pleasure to be here, and as a friend of Hiba, I am so excited to celebrate her achievements. She did a really good job and how she showed us a true image of our school, and she deserved everything in life. I hope she achieved something better in life and shows us happiness in life. مصطفى الطويل مدير ثانويه الجولان التاهيليه بيغرا. بهذه المناسبه كنبغي نوجه يعني التهنئه ديالي للاسره والتلميذه على هذا الانجاز اللي هو انجاز كبير، انجاز المدرسه المغربيه، انجاز المنطقه الجهه، انجاز الثانويه ديالنا ثانويه الجولان، وهو في حد ذاته كذا تتويج كبير ورساله ناشئه من اجل الاقتداء بهذه المتعلمه في الاجتهاد والمثابره، وتكون يعني بدايه لانجازات اخرى ان شاء الله اللي هي راه كنشتغلوا عليها كاملين. ونتمنى لها التوفيق في الاولمبياد الدوليه اللي غتكون في اليابان، وكذلك في الامتحانات البكالوريا اللي غتكون في مستهل شهر يونيو القادم ان شاء الله. هذا حدث عظيم أن إقليم شتوكا يتوج على المستوى القاري في مادة الرياضيات، وبالضبط المصدر ديال التتويج هو ثانوية الجولان، اللي هذا البطل ديال اليوم هو أولا الأسرة ثم المنظومة التربوية بشكل عام ثم المتوجة هبة الفرشيوي شخصيا باسم الجمعية الإقليمية للتربية والتكوين ودعم التمدرس التي أحدثت حديثا، هذه أقل من شهرين باش دارت هذه الجمعية. وكان أول نشاط ديال الجمعية هو المخيم التكويني الخاص بالمتفوقين في الإقليم. تخداو 35 تلميذ وتلميذة اللي تكلاصوا في مسار، وكان بيناتهم هبه الفرشيوي، الا ان هي جاها هاد المباريات وهاد الاولمبياد ومشات ليهم وتعوضت بشي حد اخر. كنا كنطمحوا في هذا المخيم التكويني ان تكون غير يكون ابناء الاقليم في السنه الثانيه بكالوريا يطلعوا للبوديوم ناسيونال، يعني يتوجوا باعلى المعدلات في البكالوريا. فاذا به المخيم يلا داز هذه اسبوعين، فاذا به احنا كنصر بهذا الخبر ان التتويج جا كاع قاريا. ومن خريج هذه المؤسسة العتيدة التي نتنبأ، يعني هذه غير بداية، ونتنبأ إن شاء الله أنه هذا الأطر وكذلك بالسيد المدير أن اللي وقفنا مع مجموعة ديال الأمور أنه كاين هناك إرادة قوية، وكذلك إرادة قوية يعني لدى الدولة المغربية وكذلك لدى الوزارة تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس للنهوض يعني